حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه انا كنت هنعمل هعمل معاكم اكل اكله النهارده يا حلوه قوي. جماعه. او انا عن نفسي انا بحبها قوي، انا وولادي عموما يعني. الاكله دي سريعه قوي قوي برضو. انا كنت بشرب هنا نسكافيه، بقول لكم انا بشرب نسكافيه. مين زي يا جماعه بيحب يقف في المطبخ، بيعمل اكل، بيغسل مواعين، بيشرب اي حاجه؟ انا عن نفسي انا بحب كده. طول ما انا واقفه في المطبخ إيه، اشرب اي حاجه موجوده عندي في البيت يعني. نسكافيه، اشرب شاي، اشرب حاجه ساقعه. القهوه يا جماعه ديت انا بشربها وكل حاجه وبحبها جدا. بس مش اي وقت ان انا اشرب فيه القهوه. في اوقات معينه كده قوي بحب اشرب فيه القهوه. وغالبا انا بشرب القهوه دي بره لما بكون بره يعني. اكون مثلا خارجه، اكون في مكان مثلا انا وجوزي وكده وولادي. بس غالبا انا وجوزي يعني انا وجوزي برضو من عشاق القهوه، بس بنحب نشربها بره، نقعد في مكان كده ونشربها. تمام. انا هنا بقى هعمل معاكم اكله حلوه قوي. الاكله دي ما بكون مستعجله او عايزه انزل، يعني بعملها قبليها يعني قبل ما بنزل. الاكله دي رز معمر وصينيه رز معمر وصينيه بطاطس. تمام. صينيه البطاطس هنا عندي بقى مختلفه. انا بعملها ايه ازاي يا جماعه؟ خلينا بس هنا انا نزلت بمعلقه سمنه كبيره. كنت انا مقطعه على البصل فيها كده جوليان او جوانح زي ما بنقول يعني. انا بشوح بقى هنا طبعا البطاطس، البصل لحد ما يدبل، ولا يصفر ولا يحمر معايا، لا البصلايه بس تدبل. انا كنت مقطعه بصله متوسطه كده، ولا كبيره ولا صغيره. تمام كده. لحد بقى اقعد بقى اشوح فيها لحد ما تدبل شويه كده. وانزل عليها بقى بقرنين فلفل خضر، فلفل اخضر. عايزه تحطي حامي معاهم مش مشكله برضو. هنا مش عارفه المقطع ده طول مني قوي ليه، بتاع تشويح البصله دي. ما علينا. المهم انا كنت مقطعه بقى كمان فلفلتين معايا رومي. هنزل عليهم برضو مع البصل، هفضل برضو اشوح فيهم. هنا كنت بوري لكم الفلفل كده. نزلت عليهم على البصل. هفضل برضو اشوح فيهم لحد الفلفل ما تطلع ريحته يدبل ويطلع ريحته. تمام تمام. انا هنا كنت رشيت فلفل اسود، بس انا ما مش عارفه برضو اللقطه دي عدت مني ازاي. انا هنا بقى فضلت اشوح في البصل والفلفل كويس جدا. هنزل عليهم بمكعبات البطاطس. ما انا بقول لكم يا جماعه الاكله دي، البطاطس دي او صينيه البطاطس دي غير صينيه البطاطس اللي بالطماطم او اللي هي بالصلصه. تمام كده. احنا بنحب ناكلها كده غالبا يعني. بطعمها تحفه جدا يا جماعه. جربوا الطريقه ديت او الوصفه ديت حلوه قوي. هنا كنت نازله عليها بمعلقه ثوم مفروم. هفضل بقى اشوح في البطاطس بالبصل بالفلفل الاخضر بمعلقه الثوم اللي انا حطاها. وكنت انا هنا حطيت التوابل. كنت انا بقول لكم هنا شامين الريحه. الريحه طالعه يعني ما شاء الله حلوه قوي. كنت انا بقى نزلت بالتوابل هنا، بس برضو ما جاتش برضو المقطع ده، ما جاش. كنت حطيت انا بقى شويه فلفل اسود، شويه سبع بهارات، بابريكا حبه بسيطه جدا، ملح طبعا، فلفل اسود، ده اللي انا حطيته. كان عندي بقى هنا الرز كنت غسلاه كويس جدا. حطيت عليه، عندك سمنه بلدي حطي، عندك زبده حطي، عندك اي سمنه حطي. تمام. انا هنا حطيت معلقتين سمنه كبار. بلف انا بقى الرز بيهم، بغلف كل رزايه. انا بقعد اقلب. الحركه دي يا جماعه برضو حلوه قوي. تشميع الرز في السمنه او في الزبده بتخلي الرز يطلع مفرفر، والرزايه اصلا تبقى طعمها كمان حلو. هنا بقى انا كنت بغلف الرز كويس جدا، بلفه بالمعلقه في السمنه اللي انا حطاها. وحطيت على فكره برضو انا هنا معلقه زبده، كنت انا حاطه برضو معلقه زبده، ما اعرفش برضو المقطع ما جاش. هنا برضو حطيت معلقه ملح، ودي معلقه سكر. يعني انا حاطه معلقه ملح ومعاها معلقه سكر. بلف برضو الرز بالسكر وبالملح. لازم يا جماعه الخطوه دي بتبقى حلوه جدا جدا، بتفرفر الرز وبتخلي الرزايه كمان تبقى طعمها حلو. هنا بقى هنزل باللبن. انا غاليه اللبن ده كويس قوي. نزلت باللبن كله على الرز. على فكرة يا جماعة، الرزاية بتفرق. اما بتجيبي الحباية اصلا بتبقى حباية حلو. هنا كان الرز كان طلع، بصوا ما شاء الله طالع عامل ازاي. ودي صينية البطاطس بعد ما خلصت. ده انا حطيت عليها نص كوباية مية بس،
ما حط هنا بوريكم بقى ولا ناشفه من تحت ولا اي حاجه. وده طبعا رز بعد ما طلع. هنا بقول لكم يعني خلص خلاص. وهنا بقى هبتدي ان انا اغرف عشان اشوف الرز عامل ازاي من تحت. انا نسيت اقول لكم، حبايه الرز يا جماعه بتفرق في الاكل. كل ما بتجيبي رز نظيف او رزايه حلوه كبيره ومدملكه بتفرق معاكي في الطعم، وبتفرق معاكي في الاكل. بتبقى حلوه شكلها حلو، لان العين بتاكل قبل البق. تمام. هنا بقى كنت بقول لكم خلاص الاكل جاهز. بصوا لون البطاطس عامله ازاي، وده الرز عامل ازاي. كل يا جماعة ما بتجيبي الحاجة كويسة مش ضروري غالية، بس في حباية رز بتبقى حلوة، في بطاطساية بتبقى حلوة، في طماطماية بتبقى حلوة. كل ما بتجيبي الحاجة حلوة كل ما الأكل بيطلع معاكي جميل. وزي السكر، عايزة بقى يا جماعة كل اللي بيتفرج عليا ينزل يعمل لي لايك.